بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أحبائي المشاهدين، حلقتنا النهاردة إن شاء الله 5 أخطاء هتضيع مجهودك في تربية ولادك. كلنا بنقول إحنا بنربي، لكن ليه مفيش نتيجة؟ ولادي مش بيتغيروا. أنا بسمع وبحتوي وهادي وبفهم، لكن في الآخر بنفجر، لأن ولادي مش بيتغيروا وأنا تعبت خلاص. بص يا صاحبي، ولادك مش العيب فيهم ولا العيب فيك انت ولا في نيتك. نيتك صافية وزي الفل، وولادك ان شاء الله هيبقوا كويسين واحسن الناس. المشكلة في 5 حاجات عايزك تاخد بالك منهم. الحاجة الاولانية، الخطأ الاول، انك بتستعجل. عايز ابنك يتغير من اول مرة. لا، ده بصراحة كده كتير. ابنك مش هيتغير من اول مرة، لان ابنك ده مش زرار هتضغط عليه هيتغير، واللي انت بنيته في سنين مش هنغيره في يوم ولا يومين. اصبر واستنى واثبت على موقفك، واصبر لحد ما الزرع يطلع عشان تاخد ثمرة ناضجة وثمرة طيبة. الخطأ الثاني، ان انت بتقول غير اللي بتعمله. يقولون ما لا يفعلون. بتقول لابنك ما تعليش صوتك وانت صوتك بيجيب اخر الدنيا. بتقول لابنك ما يكذبش وانت ماسك التليفون وعمال تكذب ليل نهار قدامه. خد بالك، ابنك بيسمع بودانه صحيح، لكن بيصدق بعينيه. عايز ابنك يتغير، لازم تكون قدوة امامه عشان يتغير. الخطأ الثالث، ان احنا بنعالج السلوك وننسى الشعور. انا دلوقتي ابني غلط، والغلط قدامي والغلط موجود. طيب انت عارف احساسه ايه؟ انت عارف هو خايف، محرج، متضايق؟ مش همه. فانت التربية مش اوامر، التربية هي فهم واحتواء. لازم تسأله الأول عن إحساسك إيه؟ أنت حسيت بإيه وقت ما عملت ده، قبل ما تسأله أنت عملت كده ليه؟ الخطأ الرابع، بتهدد كتير وما بتثبتش على موقفك. عارف لو شفتك بتعمل ده أنا هسوي وهسوي، وتمر الأيام وابنك يعمل الخطأ ده وانت ولا عملت حاجة. خد بالك، الطفل بيختبرك، بيشوفك انت هتنفذ اللي انت قلته ولا لا. هو مش بيعند معاك، هو بيشوفك انت ثابت على موقفك. هي دي من الثوابت عندك، فلازم يبقى عندك ثبات على موقفك، وعندك حدود ثابتة، وان انت تبقى قد كلمتك بس برحمة، لان حرم على النار كل هين لين. اوعى تقول التربية الايجابية فشلت. الاول، هل انت فاهم التربية صح؟ هل انت بتطبقها صح؟ وانت لو نفذت ال5 حاجات دول اللي احنا قلناهم، وانا كده قلت 4 وال5 هقولها، لو نفذتهم هتبقى ابنك هتلاقيه احسن انسان في الدنيا. الخطأ الخامس،
ان احنا بنتوقع الكمال، ونسينا ان الكمال لله وحده، وان احنا بشر، ما احناش ملايكة ولا رسل بنمشي على الارض. ابنك هيغلط وهيعيد الغلط تاني، ماشي؟ والمربي الصح هو اللي بيقع ويقوم ويعيد ولا يستسلم. خد بالك، التربية مش معجزة، التربية رحلة. وعلشان نكمل الرحلة إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله هتكون عن بعض المواقف اليومية ورد الفعل الإيجابي. علشان تتابع معايا كل الحلقات ديت لازم تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.